بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في بعض الأسئلة للمتابعين، وهناك قصص، يعني الإخوة الذين يرسلون قصصهم يعني مشكورين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يعني إن شاء الله إحنا تباعا سننزل هذه القصص، مش يعني ثاني يوم أنت بتبعث القصة سننزلها ثاني يوم، لأنه ما بيسعني الوقت ما بيسعني إني أنزل كل القصص، لكن إن شاء الله كل القصص ستنزل كلها يعني تباعا، يعني حسب الوقت إن شاء الله، ولكن سنستعمل كل القصص بإذن الله تعالى. هناك قنوات كثيرة وعلى جروبات إن شاء الله ستنزل، لكن تباعا في أسئلة وفي تعليقات. صراحة شوي هذا الدرس بده يكون شوي هيك هنا وهناك مقتطفات، نجيب على أسئلة، ننزل قصة، لربما هكذا كنت نزلت درس. في عندي دائما نقد لبعض المشايخ إذا بدها تسمي، وبقول ليش يعني ليش هذا النقد، يعني وصلوا لنا الدين وكذا. طبعا احنا لا نتكلم عن الأئمة الكبار، لربما احنا في زمن يا جماعة المشكلة إذا أنا بدي أزكي واحد بظن الكل إنه في تزكية، لكن الأمة في ذيل الأمم، وهذا الشخص يعني بيسأل يعني الدين واضح يا أخي الدين لازم له تبسيط، الدين لازم له تهوين عشان نطبقه. يعني أنا إذا بتكلم عن بعض المشايخ أو حتى عن السواد الأعظم، خلينا نقول نعم عن السواد الأعظم، لأنه لو كان السواد الأعظم هو يعني على خير كان إحنا مش بذيل الأمم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا في المسجد، فدخل رجل وصلى ثم سلم، ثم قال له رسول الله عد صلي فإنك لم تصلي، فصلى كمان مرة، ثم سلم يعني أنهى الصلاة، فقال له عد صلي فإنك لم تصلي بالثانية، حتى وصل إلى الثالثة، قال له عد صلي فإنك لم تصلي، قال له يا رسول الله هذا ما أجيد، علمني هذا ما أجيد، فعلمه كيف تكون الصلاة، حركات الصلاة طبعا، يعني الطمأنينة بالصلاة بالركوع، يعني مش كحركات سريعة، خذ وقتك في الصلاة، طولها، ريح نفسك، يعني عم يكون في طمأنينة بين الركوع والسجود وبين الوقوف والركوع، هكذا تكون في طمأنينة، مش حركات يعني وكأنك عمال تتعلم كاراتيه. طيب الرسول عليه السلام بين له، ما قال له شو أركان الصلاة، وقفت أن أفهم شو أركان الصلاة وشو أركان الوضوء. يعني معروف قصة الحسن والحسين رضوان الله عليهم، عندما كان رجل يتوضأ فرأوه أنه لا يحسن الوضوء، فقالوا يا شيخ يعني لهذا الرجل المسن انظر من وضوءه أفضل من الثاني، من الوضوء الصحيح، إن أرادوا أن يعلموا اثنين وضوءهم كان صحيح، فعندما توضأ وعرف أنه كان يغلط، يعني بسط الدين، تعال بين لي، تعال يا شيخنا علمني كيف، لماذا نحن في ذيل الأمم، كيف أدرك ذنبي، أنت بتجلدني على ذنبي صح، أنت بتجلدني اترك الذنوب، طب كيف بدي أترك الذنوب، أنا مش قادر، ما لا أستطيع، فتجلدني، طب رد الحقوق، ما أنا لا أستطيع، ما أنا نفسي تأمرني بالسوء وشيطاني يأمرني بالفحشاء، كيف أنا أستطيع؟ هذا هو بيت القصيد. القصيد مش إنك تقول لي افعل كذا، لكن كيف أفعله، كيف أطبقه. اكتب إنجليزي، ما بعرفش، دلني علمني كيف أكتبها للإنجليزي. اكتب رسالة بالإنجليزي، طيب كيف أكتبها هاي الرسالة، ما بعرفش أنا لغة إنجليزية، علمني اللغة عشان أعرف أكتبها، علمني كيف أتوب، علمني كيف خذ بيدي أخي الكريم، هذا هو اللي أنا بقوله. لكن عندما يأتي من يأخذ بيد الناس بيقول لك لم يثبت، هذا هو يا أخي لما أنت بتتعلم.
يا أخي ليش تزعل مني أنا إذا بدي أقول الحق؟ ليش بدك تزعل مني؟ أنا لا أسب الناس، أنا أنظر إلى هذا البناء الإسلام طبعا هو دين الله، هو دين متكامل ما شاء الله تبارك الله لا ينقصه شيء، لكن المسلمين هم يعني في مدرسة، يعني وكأنهم طلاب هذه المدرسة، كلياتنا ساقطين، كلياتنا ساقطين، والله كلياتنا ساقطين. إذا بدي أعطيك أقول لك إلا من رحم الله، بتفوت أنت وكل الأمة فيها هاي من رحم الله. نحن في ذيل الأمم. عندنا علم، نعم عندنا علم، أي علم؟ بس علم لا يطبق، فيش طريقة لتطبيقه. يعني لازم احنا يعني لازم تقول لي انت غلطان، انت غلطان، نعم انت اللي براس القائمة من فوق، انت اللي غلطان. نعم قل لي انت بتحكي انجليزي مش فاهم عليك يا اخي، انزل لعنا، انزل على مستوانا، بين لي شو العيب. ما تحكيش معي بالروسي خشومك يا اخي، ما توقفش على منبر وتزت الكلام زت، فهمني اياته، وضحوا، نزلوا مستوى الناس البسيطة عشان ناخذ به ونعمل به. نعم الله يعاقب. فإذا أنت أسست، إذا أنت معلم مدرسة والطلاب عندك كلهن، يعني ده في نص ساقط نفهم إنه النص الساقط يعني هو بدوش يدرس، أما كله ساقط لا، هذا معناه في خلل في التعليم نفسه. إذا بدك تبقى أنت بتحب حدا يطبطب لك وتظن إنك على خير، جيب شهادتك أنت وطلابك. إذا أنت كنت واحد منهم من الذين يدرسون الدين، تعال انت وطلابك قول انا عندي هذا المسجد، تعال تفرجيك شو بيعمل هذول الطلاب، هذول المصلين الذين من خلفي، تعال انا افرجيك ونبين لك ماذا يفعل هؤلاء، كيف ان الله فتح عليهم، وكل واحد يدلي بشهادته امام الله. مش بيطلعوا عنا هنا يقصوا قصصهم، طبعا الفضل كله لله. اذا انا بدي اضلني اعطي شهادات مزوره لبعض الناس، انا المجرم. إذا أنت بتخاف الله، خاف الله. طب أنا انتقادي على أساس إنه نصحح، مش عشان النقد. ما بينفع أنت تضلك تجلد وأنت ما شاء الله تسحب مشاهدات. أي كلام هذا يعني شو أنت بينت لي؟ اترك التدخين. طيب أنا بدي أترك التدخين مش قادر، ما أنا رحت على ورشات ترك التدخين مثلا. اترك الإباحيات، ما أنا مش قادر، لا أستطيع. طب دلني الطريق كيف أستطيع. خذ بيدي يا أخي الكريم، علمني. ضلك تجلد فيي إذا أنت ما دخنتش بحياتك. لا أنا دخنت. إذا أنت ما سقطتش بهذه السقطات، في ناس كثير ساقطة بهذه السقطات، لربما أنت ساقط بالأنا وحب الظهور. هذا المداهنة دمرت الأمة. هذه المداهنة دمرت الأمة. مدير المدرسة الذي طلاب مدرسته ساقطين لازم له إزاحة من السلك التعليمي إطلاقا. وإذا المعلمين بيلعبوا في الحصص عنده لازم إزاحتهم كلياتهم، هو إياهن. نعم ما بينفع لك انت فقط دي موجود، يا جوجل بيحكي كل شيء موجود، كتاب الله موجود، سنة الرسول الله موجودة، ما فيهاش. أقوال العلماء الأربعة موجودين، الأئمة الأربعة موجودة، ما فيش. في علماء قبلنا السابقين كابن تيمية وجوزي وكل هذه العلماء ما شاء الله تبارك الله. لكنك انت توقف حجر عثر أمامي وأمام التقدم، كيف نبين للناس العودة وتدخل في تفاصيل جد، في تفاصيل هيك بفوتوا عليها أنا بفهمهاش وبديش أفهمها، يعني مش قاتل حالي أفهمها، لا والله، ولا بتقدم ولا بتأخر بالدين ولا بشيء. بده يوصفوا كيفية يد الله، ما أنا مالي كيفية يد الله، الله قال يد الله ما يبسطها كيف يشاء، فخلص
بدك تفوت هذا الموضوع وتفوت طلاب علم بهذا الموضوع، شو لك؟ مثلا يعني على سبيل المثال، بس هذا على سبيل المثال، تاخذ محاضرة لا ليش؟ عشان يعني انت شو عمال تثبت؟ شو بدك تثبت يعني؟ ليش بده يقدم ولا يأخر هذا بالأمة يعني؟ في أمور يعني عن جد يعني وكأنه يعني لازم أنا أصل إلى انزل 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 عند الناس، انزل, انزل عند الناس. نعم، تفوتش على معاني الكلمات أكثر من اللازم، لا تدخل إلى معاني الكلمات. ما بدنا معاني كلمات أخي الكريم، بدنا يستجيب الله دعواتنا، بدنا نعرف الله. علمنا التوحيد، مش التوحيد اني انا التوحيد اللي انت بتعرفه، التوحيد اللي بيوصلني ان الله يستجيب، التوحيد التطبيقي، تطبيق اني اعيش انا مراقب لله، التوحيد الذي عاشه الراعي الذي كان مع عمر بن الخطاب عندما قال له بعني شاة. مش توحيد الكتب والدفاتر والاقلام وعدد عدد ازهم وعدد وعدد، مش هذا التوحيد اللي بدنا اياه. بعرف كل إشي ومشرك بالله بالليل والنهار، أنسب فضل الله عليه لنفسه. بعرف كل الجمل اللي بدك تقول لي إياهن وأنا بالآخر مشرك، أنسب فضل الله عليه لغير الله. كيف بدك أعيش هذا التوحيد؟ وكيف بدي أعيش أنا إني أسأل الله ويستجيب؟ وكيف إني أنا بدي أرد الحقوق وأنا راضي؟ وكيف إن رزقي وافي ولا أحتاج إني أمد إيدي لغيري؟ ولماذا هذا التعطيل؟ ولماذا هذا اللي نبينه للناس، هذا بتبين لنا إياته عشان نبني الثقة بيننا وبين الله. مش تقول لي ادعو وأنت موقن في الإجابة، فأنا أدعو ولا يستجيب. 40 سنة ونحن ندعو ولا يستجيب الله جل في علاه. ادعو وأنت استجاب لك يعني؟ بالله عليك استجاب لك؟ بالله عليك، بالله عليك، بالله عليك يا شيخ، أنت اللي بتوقف على المنبر وبتقول ادعو وأنتم موقنين في الإجابة، أنت بالله عليك اللي بتقول بالله عليك حط ايدك على المصحف وقول ان الله يستجيب لي. نعم، احلف يمين على المصحف هكذا ان الله بيستجيب لك. عندما تدعو يوم الجمعة، عندما تدعو في يوم عرفة، في رمضان، في ليلة القدر، عندك أقدار جديدة، عندك. نعم، ما بينفع انك انت فقط. والله ما دعا في دعاء ذنون امرئ مسلم إلا استجاب الله له. دعونا فيه ما استجابش الله. طب وين الخلل؟ أين الخلل؟ مش أنا بس، ما كل المسلمين ندعو على الأعداء. ما شاء الله شو بصير بالأعداء؟ اللي عنده بيت 200 متر بصير بيته 400 متر، اللي عنده دخل 10,000 دولار من الأعداء بصير دخله 20,000 دولار، يعني وكنا ندعو لهم. نعم، يزداد جمال، يزداد قوة، يزداد ازدهار، ونحن نزداد ذل، حروب، هوان. مش فيش خلل، فيش هيك نعيد نوقف الطبطبة. اللي بيكتشف باخذ دكتوراه كيف أحيا أمي أو أحيا قرية. رد الثقة إلى الله مع هذه القرية، هاي الدكتوراه تاخذ لغة عربية، يعني تاخذ دكتوراه ودكتوراه يعني شو شهادة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا أبو هريرة؟ شو هي شهاداتهم يعني؟ احنا صرنا للتفاخر شهادات. أمي في ذيل الأمم ما تستاهلش ولا حتى الوراق تتمزع. هذه الحقيقة يعني ما هي الحقيقة المرة أهون ب1000 مرة من الوهم المريح، لأنك أنت بدك توصلني كمان 400 سنة أبقى هكذا بالذل، وأنت طبطب لمين أخي الكريم؟ طبطب لمين؟ شو أنا يعني؟ أنا انسيكلوبيديا يعني؟ أنا يعني قاموس بدي أعرف معاني وأحفظ الأحاديث كلها ومش عارف أطبق ولا حديث، مش عارف أطبق ولا حديث، مش عارف وين الله بيستجيب، ليش الله لا يستجيب؟ بين أخي الكريم، ابحث هذا البحث هيك ويحطوا دكتوراه بهذا البحث. هذا هو البحث.
البحث انك انت توصلني انا، تربطني في الله وتحطني في الطريق الصحيح. كيف يستجيب الله لي؟ وحقيقة ويعني في عندك اولاد طلاب بدأوا يستجيب الله لهم، يقول لك نعم والله قد غير الله أحوالنا، نعم هذه هي الطريقة التي نعيش فيها، هكذا ندعو الله وهكذا نستغفر الله وهكذا وهكذا وهكذا. اكتب كتب ونزل على السوق، اكتب كتب ونزل على المكاتب. لمين هي الكتب؟ أين الحل؟ ولا في حل ولا شيء. ثم يعيب علي اني انا بتكلم. يا اخي انت مش عارف شباب المسلمين وين راحوا؟ 90% منهم بالطاقة ما بدهم يسمعوا لك، وفي كثير راحوا على القرآنيون يعني ما بدهم ينكروا كتاب الله، لكن السنة غسلوا ديهن منها، لأنه مش عمال يجي ولا حديث يتحقق لهم، ولا حديث ادعوا لا يتحقق شيء. إذا ستبقى هذه الأمة تداهن حكامها وأمراءها و نحكيش على العلماء السابقين، علماء السلاطين يا أخي إذا بدك إياها هيك تفضل، نعم، أو من ادعوا ونسبوا العلم لأنفسهم ولكن ربما هم يعني علماء لغة عربية. العالم الدين بده يبين لي كيف أصل إلى الله، كيف يستجيب الله. بدك تشرح لي آية بتوصلنيش إلى الله؟ الآية بدها توصلني إلى الله، تزيدني إيمان، مش تهدم عزيمتي. فالأصل إن إحنا نبدأ من الصفر، نبدأ من الصف الأول، نعم، نبدأ من البداية كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوحيد، مش تقول لي توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، التوحيد الذي عاشه الراعي الذي كان عند عمر رضوان الله عليه عندما قال له بعني شاة، قال له ليست لي، قال له لمن؟ قال لصاحبها يعني لصاحب الغنم، قال له هو يعني هو ليس موجود، قال له هو ليس موجود لكن الله موجود. كيف أنا أشتغل وما أغشش؟ كيف أنا ما أسترقش؟ كيف أنا ما أكذبش؟ كيف أنا أراقب الله؟ أصل إلى درجة الإحسان، أعبد الله كأنني أراه وإن لم يكن، وإن كأنه يراني وإن لم يكن يراني، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلا في ذنوب خلوات، يعني وجهك وقفاك وباطنك نفس الشيء، ما في إذا خلوت في محارم الله فيش حدا حوالي الله، ما في هذا الشيء، ما في مغشي، ما في سرقة، ما في كذب، ما في مراقب لله. نعم، بعرف إن الله يراني. يعني تصور أنت بتبقى موجود في عمارة والعمارة مراقبة بكل أنواع الكاميرات، أنت ما شاء الله تبقى أديب، عامل حالك شاطر. طب اعمل حالك شاطر مع الله وعيش إنك شاطر مع الله. هذا اللي بدنا نصله، بدنا نصله، مش إحنا بنعرف. أطفال صغار يرددوا كلام ما شاء الله والله تعجز عنه يعني كبار، لكن بالآخر شو بصير منه؟ يعني هذا الكلام الجميل بالآخر شو بصير منه؟ يعني هذا الشاب يحيي أمي ولا بيضلوا بس يغرد بالكلام؟ احنا نغرد كلام يعني يطرب الآذان وما شاء الله وعنا فطاحل، وبالآخر احنا أمي في ذيل الأمم لا ننهض ولا ما في طريق ولا في خارطة الطريق، كيف يعني نستفيق من هذا النوم الذي نمناه. وفوق هذا بتقول لي كل هذا الذنوب التي نقترفها بتقولنا إن نحن، لأنك مش عارف تحل المشكلة، بتقول إن نحن في بلاء. عفيت نفسك من المسؤولية، عفيت نفسك، نعم. ويأتي من يربط لك على كتفك ويقول لك إذا بتحطوش أصابعكم على الجراح أنت وأولادك
وأولاد أولادك ستشردوا. نعم. ليش؟ لأنك كنت تربط للذي لا يعمل شيء. بدنا دين فعلي نعمل به نقطف ثماره. يا رب نسأل الله يستجيب. نعم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. احنا بنظن اننا نعمل صالح، بنصلي وبنصوم وبنحج وبنزكي، لكنك لا تنتهي عن اي شيء. كيف بدي انتهي؟ انها سورة البقرة التي ستأخذك الى ان تنتهي. لماذا لا يستجيب الله؟ لأنك عملت جبال من الذنوب. الزم الاستغفار أخي، الزم على كل ذنب اقترفته يحتاج إلى استغفار. كل ذنب اقترفته يحتاج إلى استغفار، ويعفو الله عن كثير. فعندما تستغفر على كل ذنب وكأنك تطلب يا رب سامحني، سبيتني سامحني، اكلت حق فلان سامحني. طبعا هاي حقوق العباد لا تسقط، لكن بدي ابين لك يعني ما بينفع انك انت كل يوم كامل عمال انت تسوي مشاكل وبالاخر ولا انت طالب سماح ولا شيء. على كل ذنب اقترفته بدك تطلب عليه مغفرة. عسى الله ان يغفر لك. لازم نفرق بين الذنوب والسيئات عشان نهون الامور علينا. كانت الذنوب بيننا وبين الله، فكانت ستكون السيئات بيننا وبين الناس. حقوق ناس، حقوق، ظلم، سب، شتم، قدح، شهادة زور، سرقات، سرقتها من الناس، أكلت حقوقهم، ظلمتهم، شتمتهم، قتلتهم. وما بينك وبين الله جل في علاه، كنت تؤخر صلاة لربما صليتش 20 سنة، لربما هكذا. زكاة ما كنت تزكي، ولا حجيت، ولا اعتمرت، ولا عملت أي شيء من هذه العبادات، يعني الفرائض، يعني ما كنتش تحج، ما صليتش. صار عمرك 60 سنة بعدك مش مصلي، اليوم بدأت بالصلاة. هذا الذي بينك وبين الله قد يغفره الله لك. الذي بينك وبين الله كنت تشرب وكنت تسكر وكنت ما كنت تأذي على شيء بتضر نفسك، هذا بينك وبين الله قد يغفر الله لك إن تبت. إن تبت، بدون توبة فيش مغفرة. يعني إذا انتهيت. شو يعني تبت؟ يعني بتقول استغفر الله واتوب إليه يعني تبت؟ لا، مش هاي اللي هي تبت. يعني تركت. نعم، كنت ساقط في الإباحيات تركتها، كنت ساقط في الغناء والطرب تركتها، كنت ساقط في المسلسلات تركتها، كنت ساقط في العري والتكشف تركتها، خلصنا. إن تركت هذا الشيء الذي بينك وبين الله قد يبدله السيئات بحسنات. لكن حقوق العباد لا تسقط. بدك رصيد كبير جدا من الاستغفار عشان ما يجي عليك حديث المفلس. فأنا لا أريد، إذا أنا ما حدا بده يبين لي، الرسول عليه السلام قال علموا أبنائكم الصلاة ل7 واضربوهن ل10 وفرقوهن بالمضاجع. إذا أنا ما حدا يبين لي حجم الذنب ويهون علي، يا عبدي إن جئتني بقراب الأرض خطايا وجئتني لا تشرك بي غفرت لك ولا أبالي. ونظن إن الشرك هو أن تثلث كما يفعل النصارى، فهذا والله يعني هذا هو الجهل، هذا هو الدمار، هذا الذي دمر الأمة، هذا هو الذي دمر الأمة. هذا هيك، عشان هيك احنا في ذيل الأمم، عشان هيك احنا في ذيل الأمم. يحبط عملنا كل يوم كقوم يأجوج ومأجوج، ما أن يحفروا ويريدوا أن يخرجوا يتعبوا ويناموا، فيكون قد يعني حفروا القليل كادوا أن يخرجوا، وهكذا نكاد أن نصل بأعمالنا إلى الله،
فننسب فضل الله علينا هذا العمل لأنفسنا أو لغير الله هكذا، أو نزكي أنفسنا فيحبط العمل ويذهب أدراج الرياح. والله جل في علاه بيقول لك يا عبدي إن جئتني بقراب الأرض خطايا لكنك تشرك بيتك أشركت. ابدأوا عيشوا كما يعيش الغرب، ابدأوا عيشوا كما يعيش الغرب. الإعور قل له إعور، إلا مش لابق إن يكون في المقدمة قيمه غيره. هاي بحكي الغرب بين حالهن مش بيناتنا، علينا كلهن يعني ما في تلوين، ما في تلوين. لا نتشبه بأحد، بس بدي أعطيك مثال. لا نتشبه، ما لا نتشبه، بس بدي أعطيك مثال. احنا في الداخل الفلسطيني تعرف كم من واحد مهدد وكم من رئيس وزراء حبسوا سجنوا هنا، ورئيس الدولة سجنوه في السابق، رئيس الوزراء سجنوا، والموجود مهدد بالسجن. بس عشان تعرف، فإذا احنا بنضلنا نطبطب للجميع انه كلياته ما شاء الله على خير، لا، ما بينفع انك تطبطب. القليل انك تعرف، لا لازم تعرف الحقيقة وين هي. الحقيقة انه الذين في الريادة هن اللي مدمرين الدنيا. بتحبش هذا الكلام بلاش، لانه الحقيقة المرة اهون بألف مرة من الوهم المريح انك انت على خير واصبر وسيأتي الفرج وعام يغاث فيه الناس والذل والهوان والشباب تشردت، شباب راحت ضاعت في علوم الطاقة. نعم هذه العلوم الكفرية ضاعوا ببلاد الغرب، اعتنقوا لربما غيروا الدين ولا يأبهوا بالدين ولا همهن الدين، همهن لقمة العيش، أكل فرج بطن هكذا، انتهى. ما في اشي بالدين، يعني بديننا بطل، ما لاقوا اشي، خلص انتهى الدين وكأنه كان في زمن الرسول عليه السلام وانتهى. ليش؟ لأنه عرفوا كيف اللي علموا الدين يعلموه للناس، ما عاشوا ما طبقوا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، وكيف نكون حفظة كتاب الله قرآن يمشي على الأرض؟ كيف نطبق؟ هاي المشكلة لازم تنحل. هاي المشكلة انك انت تبقى ملون، هذا اسمه نفاق. الأمة أهم منك وأهم مني، الأمة أهم من الجميع، والأمة أهم من الربط. ومشكلتنا صدقني هي مع الله. عندما نتوب إلى الله، الله سيبدل كل شيء، الله سيبدل كل فكرك، كل همك، كل أولوياتك. سينزع الله الخوف من قلبك ويقذفه في قلب عدوك. نعم الله الذي زرع الخوف في قلوبنا. ينزع الله المهابة من صدور عدوكم منكم، الله الذي نزعه. وقذف في قلوبنا الوهن، قالوا ومن الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لئن تبنا احنا سيبدل الله، سينزع الله المهابة منا من قلوبنا، أن يعني ما نعود نخاف عدونا، خلص نراه هكذا وهو يفر منا. بس عشان تعرف المأساة التي نعيشها نحن من سببها، وتزكيش الناس أخي الكريم. يعني أنا إذا بدي أي شيء من أمور ديني أنا بفوت على صحيح بخاري، على صحيح مسلم، على كتاب الله، تفسير للطبري، تفسير للقرطبي، تفسير، خلص. ايش بدي اسأل؟
ايش بدي اسال؟ شو في شيء جديد نسال يعني؟ ما في شيء نسال. الحمد لله رب العالمين. بس حيران كيف انه فقط يربطوا على الكتف اصبر اصبر، نحن في بلاء. اسمع هاي الاخت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمي أبو أحمد، شكرا لك على الدرس الذي عملته في درس رقم 96، والذي كانت به قصتي في أنني فقدت الثقة في هذا الدين، وأنا صاحبة القصة يعني. فأشكرك جزيل الشكر على الإجابة على ذلك السؤال، يعني السؤال الذي طرحه إنسان ما أو شخص ما فأجبت عليه. ذلك السؤال طرحته لما كان في عمري 13 سنة في المدرسة القرآنية التي كنت أدرس بها. أتى شيخ محاضر فسألته نفس السؤال، قلت له: لماذا يتدرس معي بنات متفلتات حرفيا، يعني لا حجاب ولا صلاة ولديهن علاقات مع ذكور ومنهن زانيات، ولكنهن ناجحات في الدراسة ولديهن معدلات عالية، حتى من بعد يعني بعد ما أخذت البكالوريا، يعني منهن من وصلت دراستها وهي في الطب، وأخرى يعني في الهندسة، وأمورهم ميسرة تماما. يعني لما كان في عمري 13 سنة سألت هذا السؤال، فذلك المحاضر الشيخ المحاضر لم يفهمها أو ما أدري كيف، فرأيت علامات الاستفهام في وجهه، قال لي: سؤالك غير مفهوم. ومنذ ذلك الوقت وأنا أتساءل. الحمد لله بعد 17 عام وجدت الجواب. عفوا، شكرا لك جزيلا، يعني وضحت، كفيت ووفيت. جزاك الله عنا خير الجزاء، حفظك الله ورعاك. شكرا لك. سلام. الحمد لله رب العالمين. هذه الصبية حافظة لكتاب الله، فقدت الثقة في دينها وفي الله جل في علاه، ثم انتقلت إلى علوم الطاقة، ثم الله ساقها إلى القناع فعادت، وهي سمعت صوتها شو بتحكي. نعم، شو بدك تجاوبني أنا لما أنا سقط في سقطات؟ شو جوابك إلي؟ شو أعمل؟ بدك تجلدني صح؟ لا يجوز. طيب كيف بدي أخلص؟ ما أنا بشكي لك على أساس إني أخلص، ومش رايح تقبل إني أقول لك اقرأ سورة البقرة 4 مرات. فوين المشكلة بتصير؟ عندي ولا عندك؟ المشكلة بتصير عندي ولا عندك؟ لأنه عندنا 18 سنة من قرأ سورة البقرة مرة واحدة، ما تغير فيه الذي تغير عندما قرأها شهر ونص 4 مرات، ما تغير. شهادات لا تقبل، مقامك لا يقبل أن تأخذ 4 مرات، ما هو لم يثبت عن رسول الله. مع أن رسول الله يعني سبحان الله عندما ذاك الصحابي رقى سيد قوم لدغته عقرب، قال له: وما أدراك أن الفاتحة هي رقية، ما عاب عليه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنرى ما لم يروه صحابة رسول الله، سنرى. شفت الطيارة، شفت الموبايل، شفت الكهرباء، شفت علوم، شفت أشياء، شفت الجنين في بطن أمه. سترى كيف أن قراءة سورة البقرة 4 مرات ستقلب بنظام حياتك كله. سترى كيف أن لزوم الاستغفار بالليل والنهار، نعم، سيحرك السحاب ويغير الأحوال ويشفي الأمراض وكل شيء. سترى، نعم سترى عندما تعيش التجربة. لولا أن جربوا الطيران ما طاروا، لو لم يجربوا الكهرباء ما أضاءوا الدنيا. وهكذا ما منعك الله جل في علا أن تعيش. نعم، وعلم آدم الأسماء كلها، فنحن نتعلم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فإحنا يعني موضوع التدافع موجود، يعني إحنا واحد بوصل للآخر العلم. أنت بتعلم لدرجة معينة وأنا باخذ منك وبكمل للاستمرارية بالجيل اللي سبقنا ما بيعرف اللي إحنا بنعرفه، وهكذا بعد 100 سنة إحنا ما بنكون بنعرف شيء من الذي يعلموه. بتكلم على أمور الدنيا، فالله جل في علاه يطور كمان الدين من ناحية
بنفس النصوص: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. الزموا الاستغفار، من لزم الاستغفار قد جعل الله له من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذه الآيات ستبقى راسخات إلى يوم الساعة. هذه الآيات تنفع لكل جيل، لكن من يطبق، من يقبل التطبيق، الذي وضع قوانين على نفسه ما وضعها رسول الله. يعني نعم، ما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، والرسول عليه السلام قال: من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها. أين هي السنة؟ فإن أخذت بها ووقفت معنا فالحمد لله رب العالمين. هذا ما نريد، نبحث في كل زاوية في كل مكان، لا نبقى جالسين في نفس المكان، لا نبقى جالسين في نفس المكان. اليوم انت عمال تعلم طلاب صف مش عمال ينجحوا، طيب الفصل الثاني مش عمال ينجحوا، الفصل الثالث مش عمال ينجحوا، طيب مش بدك تغير المنهاج شوي عشان يفهموا، عشان ينجحوا؟ الا اذا انت بتعلم لا عشان تتعلم عشان تاخذ اجارك وتروح على البيت وخلص فلوسك بجيبتك، مش مهم حدا بفهمش. اعتذر، الأمة أهم مني ومنك، والحمد لله رب العالمين بدأت تستفيق هذه الأمة. وإذا إن ظلنا نربط على أكتاف الذين هم سبب هذا التيه مش راح تصل، مش راح تصل، والله سيحاسبك الله. في منهن اللي أنت بتدافع عنهن وصل إنه يسلم بالإيد، سلم، يسمع غناني، تعرف مين؟ نعم، اسمع أم كلثوم، سلم أذهاج. ويعني الرسول عليه السلام قال: أهون على الرجل يعني أن يضرب بسندان من حديد على رأسه من أن يضع يده بيد أجنبية. فمنهم من أباح. ليش؟ لأن مش عارفين يصلوا إلى إنك تعيد الناس لفطرتها السليمة، وهي سورة البقرة التي تعيد الناس لفطرتها السليمة. لما صاحب منبر شيخ كبير بوقف على المنبر وبقول: يا عمي عيشوا سورة البقرة، والله سترتب حياتكم، ستبدل أولوياتكم، ستغير، يعني ستأخذنا إلى التمكين مع الاستغفار. أعتذر، يعني خلاص بننهي 35 دقيقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تربط لمن ما ساعد في نهوض هذه الأمة، لا تربط له، ما طبطب له على ظهره، لا. وجزا الله خير، والله جزا الله خير كل من يعني يبحث، يعني مستميت يسهر الليالي حتى يرى ما هو الخلل ويحاول. والحكمة ضالة المؤمن، فإن وجدها أخذ بها مش طعن بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.